شكرا لكم على الحضور وعلى التتبع. مهرجان أبدال اليوم في نسخته 17 واليوم أنا أعتز كوني أنني كنت المؤسس لهذا المهرجان في ولايات سابقة، واستمر هذا المهرجان واليوم الحمد لله له جمهوره وله برامجه ومحبيه. الدورة اليوم هي دورة متميزة، أولا نحتفل بها بذكرى عيد العرش المجيد، هذا الاحتفال الذي نحتفل به إلى كافة الشعب المغربي، احتفالا بطرف رفع الجلالة على عرش أسافل المنعمين، ونحتفل احتفالا وكذلك نستحضر ونستلهم المنجزات الكبرى والمشاريع الكبرى والخطوات الكبرى التي عرفتها المملكة المغربية في هذه 25 سنة. هي منجزات ضخمة على جميع المستويات، الاقتصادية الاجتماعية السياسية وكذلك الدبلوماسية، التي المغرب يحتل مكانة رائدة على المستوى الدولي. إذن هذا أساسا ونحن نحتفل به، وشعارنا كذلك هو شعار أساسي، لأنه سمتنا شعار ديال أولا الشعار هو المملكة، الشعار اللي اختاريناه شعار أساسي هو الرباط، أرض الأنوار وملتقى الحضارات والثقافات. هذا الشعار خديناه ليس شعارا للاستهلاك أو شعارا عبثيا، وإنما شعار استلهمناه من مبادئنا وقيمنا وثقافتنا ودفاعا على هويتنا اللي كنعتبروا أنه التاريخ ديال المملكة المغربية تاريخ عريق مثل القرن، وندافع فيه عن ثقافتنا وعن هويتنا وعن مرجعيتنا الحقيقية. وهذا الشعار كذلك جسد لأنه هو الجديد في كافة الفقرات اللي ضمنها والبرنامج بالمناسبة هو برنامج غني متنوع الفقرات، فيه ما هو ثقافي يدخل في إطار الندوات الفكرية والعلمية، فيه ما هو فني يحتوي كل التراث الغنائي، الطرب العربي والاندلسي والمنحور والامازيغي، وكذلك يحتوي على فقرات اساسيه في الفن والفن التشكيلي، وكذلك الصناعه التقليديه اللي فعلا هي كتسخر بها المملكه المغربيه وهي صوره اساسيه لبلادنا. وكذلك كاين امور اخرى اساسيه في الصناعه التقليديه، ما يتعلق بالتشكيل ديال الكتاب، ما يتعلق بالفن المغربي، ما يتعلق بالصناعه التقليديه. كذلك كاين عرض ديال عديد مختلف ديال الفنون، فيها التزهيج، فيها النقش، فيها التبديع، فيها واحد العدد ديال الامور. اذا فقرات متعدده والنشاط متعدد، والفضاءات كذلك متعدده. عندنا اكثر من 10 الفضاءات اللي موجوده في التراب ديال المقاطعه اللي فيها الانشطه طيله هذه الاسره، لانه المهرجان 19 و 30 طيله هذه الاسره مفتوحه لهذه الفضاءات. علاش؟ لماذا؟ باش نكونوا قراب من المواطنين، والمواطنين يكونوا شركاء حقيقيين ديالنا. هذا هو الفضاءات. حاجه ثانيه هو المؤسسات الشركه. عندنا واحد العدد ديال المؤسسات العموميه والثقافيه والفكريه والدينيه اللي شريك ديالنا حاليا، وعلى راسها المجتمع المدني. المجتمع المدني كنعتبروه عنصر اساسي وشريك اساسي، واليوم المجتمع المدني هو شريك ويدبر حاليا معنا مشاركته واقتراحاته، يدبر هذا النشاط ويشارك مشاركه حقيقيه وفعليه. اذا مهرجان ضخم، مازال واحد العدد ديال اللقاءات، لانه حنا اليوم افتتاح رسمي، ولكن طيله الايام السابقه كان واحد العدد ديال الانشطه في الحديقه الاندلسيه، في الحديقه المغاليه الحجريه في دير البيبان. اذا مجموعه ديال الانشطه، مازال الاسبوع كله في انشطه كبيره، سواء يوم عيد العرش انشطه كبيره جدا. نتمنى انكم تتابعوا معنا، وشكرا لكم على الحضور.
مساء الخير، مساء الأنوار من مدينة الأنوار ومن عاصمة الثقافات. أهلا وسهلا ومرحبا بكل الحضور الكريم إلى فعاليات الدورة 17 لمهرجان ربيع أجدال، طبعا المنظم من لدن مجلس مقاطعة أجدال برئاسة السيد الرئيس عبد الإله البوزيدي. والمناسبة شرط الاحتفال بالذكرى 25 لتربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين. ألف 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 مرحبا بكم كاملين. سأدعو السيد عبد الإله البوزيدي الإدريسي رئيس مجلس مقاطعة أجدال الرياض لإلقاء كلمة ترحيبية بالمناسبة، نستقبل السيد عبد الإله البوزيدي الإدريسي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد وزير الثقافة سنوب عنه السيدة المديرة، السيد والي جهة الرباط سلا قنيطرة، ينوب عليه السيد باشا أجدال الرياض، السيد نائب رئيس الجهة، السادة رؤساء مجالس المقاطعات، السادة المنتخبون، السيد رئيس جامعة محمد الخامس، معالي السفراء والسفيرات المحترمين، كل باسمه وصفته مع كامل التقدير والاحترام. مجلس مقاطعة أجدال الرياض يعتز ويفتخر أن له شراكات وله عمل مشترك مع العديد من المؤسسات الثقافية والفكرية والدينية والاجتماعية الحاضرة معنا، وبصفة خاصة المجتمع المدني، وأعتذر على عدم ذكر الكل باسمه وصفته. حضرات السيدات والسادة، يسعدني وبغاية الاعتزاز أن أرحب بضيوفنا الكرام في حفل افتتاح مهرجان ربيع أجدال الرياض في نسخته 17 الذي يقام هذه السنة تحت شعار الرباط أرض الأنوار وتلاقح الثقافات، والذي يكتسب هذا العام طابعا مميزا باحتفاله بالذكرى الفضية لجلوس مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين. في هذه المناسبة العزيزة على قلوب كل المغاربة، نود أن نعبر عن أسماء آيات الولاء والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين، الذي قاد المملكة المغربية بخطى ثابتة نحو ركب الدول الرائدة وتنميتها بما يضمن للمواطن المغربي الرفاه والعيش الكريم. وقد أثبتت قيادته الرشيدة الحكيمة قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات، مما جعل المغرب نموذجا يحتذى به في المنطقة والعالم. حضرات السيدات والسادة، إنها لحظة تاريخية تستحق الاحتفاء والتقدير للاحتفال بالإنجازات الكبيرة التي تحققت تحت قيادة جلالته الحكيمة، والتي شملت مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن بين هذه الإنجازات البارزة رؤية الرباط كمدينة الأنوار وعاصمة المغرب الثقافية، التي تجسد الحرص الملكي على تعزيز الثقافة والفن وحماية التراث المغربي المادي واللامادي، ودعم الإبداع والمبدعين، وتعزيز التبادل الثقافي مع دول العالم. الرباط مدينة الأنوار وعاصمة المملكة الثقافية،
الورش الملكي التنموي المتجدد لطالما كانت منارة للعلم والثقافة والتسامح، وقد ازدهرت عبر التاريخ كمركز لتلاقي الحضارات وتبادل الأفكار. ومن هنا نستلهم شعارنا لهذا المهرجان الذي يعكس روح الرباط كمدينة تحتضن الجميع وتفتح ذراعيها للتنوع والاختلاف. الحضور الكريم، إن انفتاحنا على إسبانيا في هذه الدورة يأتي تقديرا للعلاقات التاريخية والثقافية العميقة التي تربط بلدينا، وفي إطار تعزيز التلاقح الثقافي والانفتاح على الثقافات الأخرى، هو جزء من الرؤية الملكية السامية لجعل الرباط عاصمة للثقافة. إن العلاقة بين المغرب وإسبانيا ليست مجرد علاقة جوار جغرافي، بل هي علاقة تمتد عبر قرون من التبادل الثقافي والتجاري والمعرفي. لقد قمنا بدعوة فنانين ومبدعين ومفكرين من إسبانيا للمشاركة في هذا المهرجان، ونتطلع إلى الاستفادة من المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. حضورهم يضفي على المهرجان بعدا دوليا ويعزز من قيم التعايش والتفاهم بين الشعوب. ويزداد الاحتفاء بحدث عالمي آخر يعزز هذه الروابط، وهو الاحتضان المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لنهائي كأس العالم 2030. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتعزيز الرياضة كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وتوثيق الروابط الثقافية والاجتماعية بين الشعوب. وفي إطار مهرجان ربيع عقد الرياض سنقدم مجموعة من الفعاليات الرياضية والثقافية التي تعكس روح هذا الحدث الكبير. ستشمل هذه الفعاليات مباريات استعراضية وعروض رياضية وورش عمل تفاعلية تعزز من مشاركة الشباب والأطفال في الرياضة وتبرز أهمية الرياضة في تحقيق التفاهم والسلام. حضرات السيدات والسادة، إن مهرجان ربيع عقد الرياض ليس مجرد احتفال، بل هو تجسيد حي لقيمنا المشتركة وثقافتنا الغنية وتنوعنا الفريد. وقد أصبحنا واحدا من المهرجانات الثقافية والفنية ذات السمعة الطيبة والإشعاع الكبير، ليس فقط بفضل تجاربه الغنية والمكتسبات التي راكمها على مر السنوات والدورات السابقة، ولكن أيضا لأنه أصبح حدثا بارزا ومحطة قوية في مسيرة الفعل الثقافي والفكري إلى جانب الأنشطة والفعالية الأخرى التي تشهدها مقاطعة أبدار الرياض على مدار السنة. سيدة عمدة مدينة الرباط، في هذا الحفل نحتفي ليس فقط بالثقافة والفن، بل أيضا بالقيم السامية التي يجسدها مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله من تسامح وانفتاح وتعاون. مهرجاننا يتوخى تعزيز الهوية الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطة. ونحن في مجلس مقاطعة أقدار الرياض نعمل بجد من أجل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، ونؤمن بأن الثقافة والفن هما رافدان أساسيان لتحقيق هذا الهدف. ولا يمكنني إلا أن أعبر عن فخري واعتزازي بمشاركتكم لنا هذا الحب للثقافة والفن، فأنتم القوة الدافعة وراء نجاح هذا المهرجان، وبكم نواصل تقدم هذه المبادرات التي تعزز من مكانة مدينتنا كعاصمة للثقافة والأنوار. الشكر موصول للسيد وزير الشباب والثقافة والتواصل على شراكته ودعمه لهذا المهرجان وإثراء فعالياته، وعلى عمله الدؤوب من أجل تعزيز المشهد الثقافي في بلادنا وحماية تراثنا. هذه الجهود التي تساهم بشكل كبير في تعزيز الهوية الثقافية المغربية وترسيخ مكانتها على الساحة الدولية.
ومن قيمنا الشكر والامتنان والتقدير للمجهودات التي يبذلها السيد والي جهة الرباط سالم القنيطرة وإشرافه الشخصي من أجل تنزيل الرؤية الملكية الثانية لجعل الجهة قطب إشعاع دولي يليق بجهة تحتضن عاصمة المملكة. ونقدر عاليا التعاون والتنسيق الإيجابي والمتواصل لرجال السلطة والأمن والقوات المساعدة والوقاية المدنية ولكافة شركائنا الذين ساهموا في دعم واحتضان أنشطة هذا المهرجان. كما نتوجه بالشكر إلى جميع الفنانين والحرفيين والمشاركين الذين أثروا هذا الحدث بإبداعاتهم ومواهبهم. دعونا في النهاية نستمتع جميعا بهذا المهرجان الرائع ونجعل من الرباط كما كانت دوما أرض الأنوار وتلاقح الثقافات، فلنحتفل معا بقيمنا وتقاليدنا ولنواصل العمل يدا بيد من أجل مستقبل أفضل ومزدهر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا لكم السيد عبد الإله البوزيدي الإدريسي رئيس مجلس مقاطعة أجدال الرياض. الدعوة الآن موجهة للسيدة فتيحة المودني عمدة مدينة الرباط أيضا لإلقاء كلمة بمناسبة حفل افتتاح الدورة 17 لمهرجان ربيع أجدال الرياض، طبعا الذي نحتفل به بمناسبة الذكرى 25 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين. وبالمناسبة أيضا نهنئ السيدة فتيحة المودني على الثقة التي منحت لها، ونتمنى لها ولاية إن شاء الله طيبة ومليئة بالأعمال. تفيقاتكم على السيدة فتيحة المودني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيدة ممثلة وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد ممثل ولاية الرباط سلا القنيطرة، السيد ممثل رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، السيد ممثل مجلس عمالة الرباط، السادة رؤساء مجالس المقاطعات، السيدات والسادة المستشارون، السيدات والسادة ممثلي الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، أيها الحضور كل باسمه وصفته، يطيب لي أن أتقدم إليكم باسم كافة أعضاء المجلس الجماعي لمدينة الرباط العاصمة الشريفة للترحيب بالحضور الكريم بمناسبة انطلاق فعاليات النسخة 17 من مهرجان ربيع أجدال المنظم من طرف مقاطعة أجدال الرياض وشركائها، وذلك تحت شعار الرباط أرض الأنوار وتلاقح الثقافات، والذي يتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 25 لتربع أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه المنعمين. هذا المهرجان الذي يندرج في إطار دينامية تشاركية فعالة أصبحت تقليدا سنويا يعكس غنى وتنوع ثقافاتنا المغربية بمواصلة هذا النهج بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والذي لا يدخر جهدا في تعزيز مكانة الرباط كعاصمة للثقافة والاستدامة والفن والإبداع. وبذلك فإن هذا المهرجان يمثل فرصة سانحة وأرضية بارزة لتبادل الأفكار والخبرات وأحسن الممارسات وتقديم عروض فنية وثقافية متنوعة تبرز جمال وغنى تراثنا الوطني والمحلي، كما يتيح لنا الفرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين سكان العاصمة الشريفة الخضراء وضيوفها الكرام من داخل وخارج الوطن. أيها الحضور الكريم، إننا في مجلس جماعة الرباط نؤمن بأن الثقافة والفن يمثلان ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ويلعبان دورا
دورا محوريا في تعزيز الهوية الوطنية وتقوية الروابط الاجتماعية. لذا نحرص دائما على دعم وتشجيع مثل هذه المبادرات الثقافية التي تعزز قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. شكر لكل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة والارتقاء بها إلى مصاف المهرجانات الوطنية المتميزة التي تم تنظيمها بمناسبة هذه الذكرى الفضية الغالية على قلوبنا جميعا. أشكر الحضور الكريم وأتمنى أن يكون هذا الحدث الفني فرصة للتلاقي وبناء جسور جديدة من التواصل والتعاون البناء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.